هل تعلم أن امرأة وصلت إلى نيويورك تحمل جواز سفر لدولة لا وجود لها؟ الشيء الأغرب أنها اختفت أمام الكاميرات. المرأة تبخرت. جواز السفر كان بداخله بيومتريك ومصنوع بشكل مثالي، وعليه أختام دخول وخروج لدول لا وجود لها أصلا. اسم الدولة كان تورينزا، دولة لا وجود لها على أي خريطة في العالم. الشهود قالوا إنها بدت طبيعية مثل أي سائح عادي، إلى أن أخبرها ضباط الجمارك أن دولتها غير موجودة، تجمدت في مكانها، وقالت بهمس: هذا ليس عالمي. سألوها: هل هذه أميرك؟ فقالت بثقة: طبعا أميرك. ثم بدأت تكرر بصوت أعلى: أميرك، أميرك، أميرك. وكأنها وصلت إلى المكان الخطأ، وضعوها في غرفة مغلقة مراقبة بالكاميرات. بقيت صامتة لساعات، وفجأة اختفت. الكاميرات وثقت كيف بدأت تتلاشى ببطء، وكأنها تنزلق خارج هذا الواقع. فتشوا كل زاوية في المطار دون أي جدوى، لا أثر لها في أي مكان. مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة اختفائها انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وجعل الجميع يتساءل: هل هي مسافرة ضائعة أم أنها جاءت من عالم آخر لا نعرفه؟ تبقى دولة تورينزا أحجية لا يمكن شرحها، ومعضلة لا أحد يملك لها تفسيرا حتى اليوم.